السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو في حلقة اليوم اللي هي جريمة قتل معقدة وكان فيها بحث طويل وبصعوبة باش توصلوا للجاني، نطلب منكم عافاكم تضغطوا على زر الاشتراك باش تابوناو معنا في القناة. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، ندخلوا في تفاصيل حلقة اليوم على بركة الله. جريمتنا اليوم وقعت بمدينة وزان سنة 2007. واحد النهار في الصباح، واحد السارح كان كيرعى شي غنم عدا واحد الغابة، وكيف عادته مني كان تابع هذيك الغنم غادي تبان ليه واحد البلاستيكة كحلة. جاه الفضول ومشى يعرف اشنو فيها. مني فتحها غادي يلقى فيها واحد اليد بشرية، وماشي بعيد منها كانت بلاستيكة أخرى في هيئة تانية وراس ديال راجل. هذا الراعي خاف وتصدم من داك الشي اللي لقى، وقرر انه يبلغ الدرك الملكي اللي حضروا على وجه السرعة لهذيك الغابة. عاينوا هذيك الأطراف البشرية وهذاك الرأس اللي كان كيبان أنه الشاب غتكون في عمره 28 حتى 30 سنة. خداو البصمات من اليدين اللي لقاو واستمعوا للأقوال ديال الراعي اللي صرح كيفاش حتى لقى هذوك البلاستيكات. نقلوهم لمستودع الأموات وبقاو كينتظروا نتائج البصمات لربما تكشف عن هوية الضحية. وفعلا من بعد ما خرجوا النتائج تبين أن هذوك الأطراف وداك الرأس ديال واحد الشاب سميتو حميد، وهو ولد الرشيدية وساكن فيها. ولكن اجات كدير الجثة ديالو في وزان. هادشي اللي غادي نعرفو من هنا لقدام. الدرك خداو إذن من النيابة العامة بتجاوز منطقة النفوذ ديالهم واتجهوا للرشيدية وبالضبط العنوان ديال حميد. ملي وصلوا لقاو أنه كان عايش مع والديه وجوج خواتاتو باقيين بلا زواج ومراته، وكان عندها واحد الرضيع. الدرك علموا هاد العائلة بهاد الخبر الأليم واللي نزل عليهم بحال الصاعقة. باش تجي عند شي إنسان وتقول ليه راه شي شخص قريب ليك مات صعيبة، ولكن باش تقول ليه لقيناه مقطع طرف هادي راه ماشي غير صعيبة، هادي راه كارثة، خصوصا في حالة هاد العائلة اللي كان ولدهم هو المعيل الوحيد ديالهم. هاد الناس كيقولوا باللي حميد خدام قباص وكان عايش معاهم في الرشيدية، ولكن هادي واحد 4 سنين باش جاتو واحد الخدمة في وزان، ومن ديك الساعة وهو كيخدم تم. وكان كيجي عندهم مرة كل شهر، يعني مرة في الشهر، باش يطلع ليهم ويجيب ليهم داكشي اللي قسم الله. وراه يلاه واحد الأسبوع هادي باش كان هنا. سولوهم الطرق واش حميد عنده شي مشكل ولا عداوة مع شي حد، ولا عمرو قال لهم راني تخاصمت مع شي حد. والديه قالوا لهم لا، هو درويش وخدام على راسو وما عنده مشكل مع حتى شي حد، وما عندوش اصلا مع كثرة الصحاب. صاحب واحد اللي عنده هو حسن اللي خدام معاه. قالوا لهم الدرك وشكون هاد حسن؟ نقصت واحد اختو وجاوباتهم باللي هو صاحبه وتعرف عليه فاش كان خدام في وزان، وحتى هو قباص بحاله، وراه جا معاه مؤخرا واحد المره، ومني شافها عجباتو وخطبها من عند باها وخوها، وهي وافقات وجاب عائلته وحبابه وداروا تعارف وخطبه. طلبوا منهم الدرك يزودوهم بمعلومات على هاد حسن، وفعلا عطاتهم اخت حميد الاسم ديالو، رقم الهاتف، وحتى واحد الصورة كانت كتجمعوا بحميد وهاد اختو في الخطبة اللي داروا. رجعوا الدرك لوزان واستندوا على المعلومات اللي خداهم عند العائلة وتوصلوا لهداك حسن. سولوه الدرك على حميد وعلى علاقته به، جاوبهم باللي هو صاحبه وخدام معاه في نفس الوقت، وقال لهم راه مؤخرا كنت مشيت معاه للرشيدية وخطبت من عنده اختو. سولوه واش عارف فين هو دابا، قال لهم انا اخر مره شفتو هذه واحد 4 ايام. قالوا ليه ما عرفتيش فين غيكون مشى، قال لهم راه قال لي غادي يمشي يطلع لدارهم في الرشيديه. الدرك ما تفهماتش ليهم هاد القضيه، كيفاش والدين حميد كيقولوا بلي هو كيجي غير مره في الشهر ويلا اسبوع هذا باش جا عندنا، وهاد حسن كيقول بلي اخر مره شفتو كانت هذه 4 ايام وكان غادي عند دارهم. سولوه على فين كنتو خدامين قبل ما يمشي، قال لهم كنا شادين واحد الخدمه في واحد الفيلا عند واحد السيد. قالوا ليه غنمشيو معاك تورينا هاد الفيلا، وفعلا داهم وراهم الفيلا. قلبوا على مولاها وسولوه شكون كان شاد عندك تا قباص في هاد الفيلا. قال لهم كان شادها عندي واحد الولد سميتو حميد ومعاه واحد اخر سميتو حسن، ولكن مؤخرا جريت على حسن حيت بنتي تشكات ليا منه وقالت لي باللي كيتبسل عليها، وراني شهدت عليه حميد وطلبت منه هو يبقى خدام معايا حتى يكمل خدمته، ولكن صاحبه حسن ما بقيتش بغيت نشوفه عندي. وبالإمارة
تناقشوا ديك الساعة ووقع بيناتهم واحد الاشتباك، وفكيتهم غير انا وواحد السيد كان معايا. الدرك عاودوا جابوا هداك حسن وسولوه على شنو وقع بينك وبين صاحبك نهار تخاصمتو في الفيلا. قال لهم تناقشنا حيت هو تيق مول الفيلا وقال لي انت صاحبي خاطب عندنا البنت وباقي كدير هاد الفعيل، وزيد عليها هو بغى يبقى خدام بوحدو تم واخا انا جرى عليا مول الفيلا. ومني قلت ليه يلا نمشيو بجوج من هنا ونخدمو في قنت اخر هو ما بغاش وصافي سال النقاش. ولكن الله بغى يفضحو. وهو كاين في لابريكاد ديال الجندار شافوا واحد الدركي خدام في بريكاد اخرى وغير جا باش يقضي واحد الغرض تم. غير شافو وهو يقول ليه اش كدير هنا، اش درتي عاوتاني؟ وهما يسولوه الدرك الاخرين واش كتعرفوا؟ قال لهم راه واحد السيد داير به شكايه عندنا في لابريكاد ديالنا على قبل شي موطور شي طريبورتور كان خلاه ليه يقضي به شي غرض وخسروا ليه. خلاوه كيتسنى في واحد المكتب ومشى واحد الدراكي جاب هداك المحضر ديالو من لابريكاد الاخرى. ملي جابوا الملف ديالو عرفوا باللي جار هاد حسن داير بيه شكايه حيت حسن طلب منه يخلي ليه الموطور يقضي به شي غرض، وفعلا جارو خلاه ليه، ولكن مني ردوا ليه لقاه خاسر. فجارو طلب منه يصلحوا ليه، ولكن هاد حسن رفض وناض الصداع بيناتهم ودابزو. فجارو التجأ للدرك الملكي باش يدير به شكايه. رجعوا كيحقوا مع حسن وسولوه على جارو وعلى الموطور. قال لهم فعلا انا تسلفت عند جاري الطريبورتور ديالو باش نهز به شي سلعه من عند دروغري حيت انا كنت بغيت نبني شي حاجه حدا الدار، ومني رديتو ليه قال لي خسرتيه ليا وخاصك تصلحو. ولكن الدرك لقاو بلي جارو كيقول في المحضر ديالو حسن طلب من الموطور على قبل واحد الخروف شراه وبغى الموطور باش يجيبو. هنا الشكوك ديال الجدرمية تجاه حسن بدات كتزاد، فغادي يطبقوا مقولة تبع الكذاب حتى لباب الدار، وقالوا ليه يلا معانا نشوفوا هاد السلعة اللي شريتي وهاد البني اللي بنيتي. مني مشاو معاه ما لقاو حتى بني وما لقاو سلعة، وسولوه ايوا فين هو الخروف اللي قلتي لجارك باللي شريتيه؟ السيد ما لقى باش يجاوب، وهما يقولوا ليه دابا بغينا غير نعرفوا اش درتي بالموطور واش من غرض قضيتي بيه. هنا حسن ما بقى ليه فين يكذب، والحل الوحيد اللي بقى ليه هو يعترف. قال لهم انا اللي قتلت صاحبي حميد وتسلفت الموطور عند جاري باش نتخلص من الجثه. وحول تفاصيل ارتكابه للجريمه كيقول داك النهار اللي وقع بيناتنا المشكل في الفيلا حميد قال لي من اليوم الله يعاونك انا غنكمل الخدمه هنا وانت دبر راسك، وحتى اختي نساها عليك راه ما بقيناش غنعطيوها لك. وانا ما تقبلتش هادشي، فوق ما انه ضرب 10 ديال 4 سنين في الزيرو وبغى يبقى خدام عند السيد اللي جرى عليا، زاد بغى يفسخ الخطبه ديالي مع اختو. داكشي علاش استدرجته لعندي وقتلته وقطعته الاجزاء وجبت الموطور بالليل وهزيت الجثه ديالو ومشيت بها للغابه وكنت ناوي ندفنو. ولكن يلا حفرت حفره ودرت فيها الجزء السفلي ديالو وانا نبدا نشوف الضوء ديال واحد السياره وخفت وانا نلوح دوك البلاستيكات اللي بقاو غير حدا واحد الشجره تماكين. هذيك البلاستيكات هما اللي كان فيهم اليدين والراس. خرجت من الغابه وحيت كانت الطريق ديالها خايبه خسر لي الموطور. داروا هاد الاقوال في محضر رسمي وتقدم حسن للعداله بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وتشويه الجثه، وتحكم عليه بالسجن المؤبد. وهنا كيبان انه مهما حاول الانسان يخطط ويخبي ضروري كيحصل، لان الروح عزيزه عند الله، والله كيفضح المجرم في الدنيا قبل الاخره. حتى لهنا غتكون حلقتنا اليوم انتهت. كنشكركم على متابعتكم الفيديو، ما تنساوش عافاكم ديروا لايك اشتراك للقناه وتخليو لي شي تعليق، وما تنساوش نشوفكم فيديو جاي. بسلامه.